ما زال جدال استيراد الغازوال الروسي مستمرا في الأوساط الحقوقية بالمغرب، إذ طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول الشبهات التي تتعلق بالتلاعب في أسعار المحروقات. وأكدت الجمعية الحقوقية أن بعض الشركات تقوم باستيراد الغازوال الروسي وتبيعه بأثمان مرتفعة، معتبرة ذلك استغلالا فاضحا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية من أجل جني أرباح طائلة. وفي خضم الجدال، جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبها المرتبطة بالتعجيل بإعادة تشغيل محطة لاسامير قصد تحقيق الأمن الطاقي بالمملكة، داعية إلى وضع استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد. ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعها للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي، مؤكدا أن الشركات تتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط. كما لفت السؤال الكتابي إلى أن بعض الشركات التي تستورد الموارد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل ب70% من الثمن الدولي. فيما أورد وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية الأسبوع أن استيراد الغازوال الروسي من قبل المغرب ظل دائما في حدود 10%، سواء في عهد هذه الحكومة أو في عهد سابقتها. محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قال إن الخطير في الموضوع هو إثارة الجدل من داخل المؤسسة التشريعية وليس خارجها، دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء توضيح حيثيات القضية التي أسالت الكثير من المداد.